هاي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده بقى جايلكم بوصفة جبارة للشعر، هتعالج التساقط والقشرة والتقاصف وحتى فراغات الشعر. الوصفة دي مكوناتها كلها طبيعية ومن المطبخ عندك، وهتغير شعرك 180 درجة. لو جربتيها بإذن الله هتدعيلي والله. عندك بقى في فراغات أو متقصف أو هايش ما بيطولش، الوصفة دي ليكي جبارة. أول حاجة هنجيب برطمان عندنا طبعا في كل بيت، وهنبدأ نجيب 10 فصوص توم. أيوة بالظبط 10 فصوص توم. بينشط الدورة الدموية في فروة الراس، وبيقوي البصيلات وبيقلل التساقط، وبيساعد على أنبات شعرك من جديد. وتاني مكون معانا حبة البركة، وأكيد برضو عندنا في كل بيت. وإيه فايدة حبة البركة؟ بتقوي الشعر من الجذور، بتقلل القشرة والالتهابات، بتحافظ على لمعان الشعر وصحته. معلقتين بس حبة البركة. تالت مكون معانا هو الزعتر. والزعتر هنا يا بنات بيطهر فروة الراس، وبيقلل القشرة، وبيحفز نمو الشعر، بيقلل التساقط، وبيدي قوة لبصيلات الشعر. ورابع مكون معانا هو زيت الزيتون. زيت الزيتون بقى لا يغنى عنه، بيرطب الشعر وبيمنع الجفاف، وبيعالج التقاصف والهيشان، ويضيف لمعة ونعومة وترطيب. بجد زيت الزيتون لا يغنى عنه، اللهم بارك، تحفة. وآخر مكون معانا بقى هو روزماري أكليل الجبل. بينشط نمو الشعر وبيكثفه، وبيقلل التساقط والصلع المبكر، بيقلل ظهور الشيب، وبيريح فروة الراس. ويدير خلطة يا بنات، اللهم بارك، هتدمنوها صدقوني، تحفة 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 تحفة. في التطويل، في التكثيف، للقشرة. بصوا اللهم بارك، هتدمنوها حرفيا. ولو أنا مش صادقة دي على ضمانتي، واكتبوا له في التعليقات، هتعجبكم جدا جدا. هتاخدوا الوصفة طبعا، هتحطوها في البرطمان، وتبدأوا تقفلوا عليها كويس جدا، وتفضلوا ترجوا فيها شوية. وهقول لكم هنعمل ايه تاني، خليكم معايا. وهنا زي ما انتم شايفين قلت ان انا ببدأ ارجها كويس عشان الخليط كله يتمازج مع بعض. الوصفة دي يا جماعة والله رهيبة، هتدعوني ان شاء الله، ده على ضمانتي بإذن الله. وهنا خلصت خلاص، هبدأ بقى ان انا اجيب فوطة. وهنا جبت الفوطة زي ما انتم شايفين، وهبدأ بقى ان انا ابطي الخليط ده في قلب ايه الفوطة. لازم تبطوها في قلب الفوطة كويس جدا يا بنات، وتسيبوها لمدة 7 أيام في مكان ضلمة. أهم حاجة يكون المكان ضلمة يا بنات لمدة 7 أيام، تمام؟ وبعد ال7 أيام ما يعدوا هتاخدوا الخليط وتصفوه، وتستخدموها مرة واحدة يوميا، وهتدعوني من قلبكم. مع السلامة.